اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قشطة الأفران أو نواعم الأفران، يعني أنا معرفش عندكم بتسموها ايه، بس هي حاجة كده لذيذة جدا وطرية جدا وريحتها تجنن ما شاء الله عليها، وطعمها جميل جدا جدا، وايه مش هتاخد 10 دقايق معاكي لما تعمليها، يعني مش هتاخد وقت خالص. ولعي الفرن بقى ودفي البيت بأحلى نواعم عملناها، جميلة جدا 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 وطرية ولذيذة، ما اقولكيش بقى على طعمتها. ممكن انت بقى تحشيها ملبن، تحشيها عجوة براحتك، ممكن تعمليها سادة زي ما انا عاملاها كده، بس ما شاء الله عليها لذيذة يعني ما اقولكيش بقى على طعمتها. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. حطيت كوباية مية دافية ومعلقتين سكر كبار، وهنحط باكت من الخميرة الفورية، ونص كوباية من السمنة. سمنة بقى أي نوع انت حابة تحطيه حطيه. ما ننساش بقى يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. أنا طبعا حطيت نص كوباية من السمنة السايحة، وهنقلبه كويس جدا. طبعا المية يا جماعة دافية مش سخنة، المية السخنة بتفسد الخميرة. انا دوبت السكر كويس جدا وركنتها على جنب كده، ونشوف بقى المقادير الجافة بتاعتنا. معايا نص كيلو من الدقيق، معلقتين 3 كده لبن بودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وقلبناهم كويس جدا مع الدقيق. هنجيب بقى السوائل بتاعتنا اللي هي كوباية مية دافية ومباكت من الخميرة الفورية ومعلقتين سكر كبار ونص كوباية من السمنة، وهنقلبهم كويس جدا بقى كده ونعجن بقى بايدينا. الاسباتيولا ما ينفعش نعجن بيها، مش هنعرف يعني. حطيت معلقتين ميه كده، معلقتين كبار من الميه. هقلبهم بقى كويس جدا كده، وابدا بقى اعجن فيهم كويس لحد ما تتلم معايا وتبقى ناعمه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هي ما خدتش ميه تانية مني، يعني هو الكوبايه الميه الدافيه اللي انا حطيتها ومعلقتين كبار من الميه. وطبعا مش الدقيق كله مش زي بعضه يا جماعه، في دقيق بيشرب سوائل كتير، في دقيق ما بيشربش السوائل. وطبعا احنا بعد ما عجناها كده مش هنسيبها تخمر، احنا هنقطع فيها على طول او هنشكلها، وبعد كده هنسيبها تخمر. انا ضغطت عليها وسبتها كده على كيس من التلاجة وفردت كيس تاني من التلاجة فوقيها، واسيبها يعني ترتاح ربع ساعة كده. مش هسيبها تخمر ربع ساعة، بس العجينة ترتاح علشان خاطر لما اجي اشكلها ما تلمش معايا تاني. هنقطع بقى كده بالسكينة او باي حاجة انت يعني عايزة تقطعي بيها، وبعدين بقى هنقطعها قطع صغيرة على قد زي بتاعة الأفران كده بالظبط. شوف بقى انت لو عندك ميزان ممكن تعملي القطعة مثلا 50 جرام. انا طبعا مش هوزن، يعني انا عاملاها في البيت مش هبيعها، فمش مشكلة بقى تطلع معايا يعني حجم كبير حجم صغير، احجامها مختلفة مش مشكلة عندي يعني. انما يعني لو انت عايزاها تطلع مظبوطة كلها زي بعضها نفس الشكل، هتحاولي بقى انك توزني قطعة العجين، اعمليها 50 جرام مثلا او حاجة. طبعا انا لميتها كده زي البوجة كده لتحت وكورتها. هنلفها بقى بايدينا كده ونضغط عليها بايدينا من النص كده، مش بصوابعنا. صوابعنا هتعلم فيها وهيبقى شكلها مش حلو، انما بنضغط عليها من ايدينا من النص كده، علشان خاطر انها مش تطلع متشكلة مضغوط عليها بصوابع ايدينا ومعلمة عليها. وهنسويها بقى من الجناب كده، وبتطلع بالشكل ده. هي صغيرة جدا يا جماعة، الكاميرا يمكن هي اللي مكبراها شوية. زي ما انت شايفة كده، نلمها بقى بايدينا كده عشان وشها يبقى ناعم، مش وشها يبقى خشن كده. شايفين؟ بس ونسويها من الجناب، سهلة جدا جدا وما خدتش وقت خالص، وما بتاخدش وقت في السوا كمان، يعني هتتعمل معاكي في ثواني كده. شايفين؟ هنلمها بقى كده ونكورها. ما ننساش يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. ممكن نحطها على الرخامة بقى ونضغط عليها برضو بايدينا كده، اي حاجة يعني، سواء على ايديكي او على الرخامة، هي بتطلع شكلها كده. قطعناها بقى كده، وهنولع بس الفرن دقيقتين 2 ونفصله ونسيبها تخمر الاول، عشان ما ينفعش نسويها الا لما تخمر. زي ما انتوا شايفين كده ارتفعت ازاي. هنسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ومش هنولع الشواية.
وطبعًا لو وشّها لسه ما احمرّش وهي احمرِّت من تحت، بنفصل الفرن ونولّع الشواية لحد ما وشّها يحمَر معانا. شايفين الجمال؟ وإيه طبعًا مش لازقة ولا أي حاجة خالص، والصينية يا جماعة أنا مش دهنتها أي مادة دهنية، علشان خاطر النواعم أو القرص دي يعني فيها المادة الدهنية كفاية إن هي ما تلزقش. شايفين أنا باخبطها بس كده بتطلع على طول معايا. شايفين جمالها عاملة إزاي؟ وريحتها والله تجنن، ريحتها جميلة جدًا ما شاء الله. شايفين شكلها عامل إزاي وصغيرة كده وطعمها لذيذ جدًا. يعني بقى مع كوباية شاي بلبن كده أو كوباية شاي أو زي ما تحبي تفطري بيها، تتعشي بيها للولاد قبل ما يروحوا الدروس أو المدارس، والأيام دي طبعًا امتحانات والولاد ما بييجيلهمش نِفْس يفطروا، ياكلوا لهم بقى شوية من دي كده مع إيه، مع كوباية لبن، حاجة لذيذة جدًا ما شاء الله. شايفين الجمال يا جماعة؟ جميلة جدًا ولذيذة جدًا، جدًا. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا للي يجربها.